لا تخرج قبل أن تقول سبحان الله. موجة بحر على شكل قطة، جرافة تتوضأ في البحر، شجرة تسجد وتسبح وتحمد الله أكبر. هل رأيت الحصان الطائر فوق الكعبة؟ الطفل المعجزة الذي تاب على يده الكثير من الناس. هو الطفل بتيجي بتحضر الفيديو ما بحكيش أي شيء غير الله أكبر الله أكبر. يعني زمن المعجزات راح زمان يا متخلف. لا تخرج قبل أن تقول سبحان الله، وإذا خرجت فاعلم أن الشيطان قد اغتصبك. والناس يعني عم تعمل لايك وعم تعمل كومنت وعم تعمل شير، خايفة من ايش ما بعرف، يعني لانه ما عندك هدف في الحياة وما بتفكر. عامل زي التيس، زي التيس بالضبط. الله يحرق وجه كل من لم يكتب الله يشفيه. وبيكونوا منزلين لك مريض يعني من عهد فرعون وهو مريض، وهو زمان طاب وقاعد في الخمارة بيشرب على اساس انه الكومنت رح يعمل له انعاش فوري واللايك جلوكوز. يعني انا مش فاهم وجهة نظرك في الحياة، غباء فكري. زلزل الفيسبوك بكلمة الله. كم عدد الموحدين؟ الله أكبر. إذا خرجت ولم تكتب كومنت فاعلم أن الفيسبوك حرام، وإذا كتبتها فالفيسبوك حلال. وانت عامل زي التيس عم تنشر بالموضوع وعم تكتب وبتفتي وبتهري بالموضوع لأنك غبي ما بتفكر. شاهد عظمة الخالق، عظمة الخالق. انظر حرباء تغير لونها بشكل غريب والناس عم تكتب منصعقة سبحان الله، على اساس يعني احنا مش الصف الاول اخذنا الموضوع وعرفنا انه الحرباية بتغير لونها، ولا نشكل الفيديو انه معمول على الافتر افكت يا متخلف. لو اول مرة تشاهد السمكة البقرة اكتب يا سبحان الله، اكتب يا سبحان الله. وانت عامل زي التيس متخلف عم تكتب لا سمكة على بقرة، جرافة على حرباي، سحلية على تمساح، ديناصور على عصفور. بتكتب لانك متخلف ما بتفكر باي اشي. احرقوا التلفاز الذي هو من صنع الكفرة على اساس، ومصورين الموضوع من التليفون، يعني على اساس انه التليفون صنع مكة المكرمة. انا مش فاهم يعني اذا هذا للكفرة ما تستعمل الفيسبوك ولا تويتر ولا تعمل بوستات ولا تعمل اي فيديوهات، وارحمنا من غبائك الفكري يا متخلف. اكتشف حكيم الزمان ابو شفرة حلاقة الاشعراني بان 60 دقيقة تساوي ساعة، وانت مصدق الموضوع من غير ما تفكر بتقعد تنشر فيه خايف على اساس راح تروح عليك بلاي ستيشن بالجنة ولا مش. يعني مش هيك يا جماعة الخير، مش هيك الدين الاسلامي، مش هيك الحياة. يعني بدك تروح تساعد ناس اطلع تنيل في الشارع، ساعد المحتاجين، روح على المستشفيات، زور الناس. غباء فكري. لديك 10 ثواني وسوف تموت، فكر ماذا ستكون كلمتك الأخيرة. الله ياخذني ويريحني منكم، ارحمونا يا جماعة الخير من غبائكم الفكري. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. يعني لا تخرج قبل أن تقول حياة